الليله دي ليله عيد، يعني فرحه على كل الزنزانه، وواجب الفرحه دي بقى عندنا. احنا في مصر الحمد لله الحمد لله تم انشاء سجن وادي النطرون. الحمد لله. خلاص مفيش حاجه اسمها سجن في مصر. واحد ما لقيتش مؤمن واحد الواحد. ايه اللي بيحصل البلد في هذا الملف تحديدا، ملف السجون المصريه؟ 2 يا جد الحسن والحسين. بدون يعني تريقه بتاعت الناس انه بتكبروا السجون وبتصرفوا على السجون، لا. 3 بالله العظيم ما هدخلك يا سجن تاني. مفيش حاجه اسمها سجين، في حاجه اسمها نزيل. وقطاع السجون اللي كان اسمه كده اصبح اسمه قطاع عفوا قطاع شكلك عبطوس وانا خلقي هنا. اتكل على الله، شوف انت رايح فين. يقول لك انتوا بتعملوا سجون جديده، انتوا عاملين سجون في وادي النطرون وفي بدر جديده عشان تسجنوا الناس. طب اللي انت بتعمله النهارده في صالح الانسان، في صالح النزيل، في صالح ده طبعا. فلما الدوله بتصرف على السجون مش بتكبر السجون عشان تسجن الناس، لا 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 يعبدون الله انما يعبدون السيف. الدوله المصريه تقدم في مجال حقوق الانسان بالمعنى الدقيق والمعنى الحقيقي على الارض، مش بالكلام. تم اغلاق السجون القديمه كلها لان غير مطابقه للمواصفات، لا فيها تهويه ولا فيها اوض واسعه ولا فيها زنزانات واسعه ولا غيره. عم حسونه عم حسونه مات يا رجاله. وفاة برلماني مصري سابق داخل محبسه بعد وفاة زميله النائب فريد إسماعيل. وفاة المعتقل هشام القاضي حنفي 62 عاما. الفلاحجي هو ثاني شخصية قيادية تلقى حتفها في السجن. توفي عصام العريان داخل محبسه عن عمر يناهز 66 عاما جراء التعذيب والإهمال الطبي. وفاة معتقل اسمه علاء الدين سعد، اتوفى داخل محبسه. مش محتاجين ابدا ان حد يقول لنا انتم معايير حقوق الانسان عندكم فيها تجاوز، لا انا مسؤول عن احياء 100 مليون نفس. كما يعد الضحيه رقم 265 التي تلقى حتفها جراء الاهمال في السجون. وبوفاة البرلماني المصري السابق احصت منظمه نحن نسجل 60 حاله وفاه داخل السجون المصريه خلال عام 2021. زباله قوي يا جدعان، والله العظيم زباله. الانسان حتى اللي بياخد عقوبه لا ينفي عنه انسانيته، لازم يعيش. انت بتغير مفهوم ومنظومه حقوق الانسان وحقوق ايضا، ما هو السجين ده او النزيل ده له حق. شفت بنفسي كل الاشياء الادميه والانسانيه اللي بيتعامل معاها وهيقعدوا فيها المساجين. ما تحورليش بروح امك. انت داخل في منظومه ان انا مش هياخد مرتين عقاب، فانت بتتعامل مع هذا في اطار ايه؟ استراتيجيه مصر في حقوق الانسان، ده اللي منها. مش مصدقين ابدا، لازم تشوف بعينك عشان تصدق. حقوق الانسان اللي طالما ناس كتير بتشتكي منها بيتم وفاة شادي حبش مصور ومخرج شاب داخل حبسه في سجن طرة. على فكرة المستشفيات اللي معمولة في هذا السجون فيها أجهزة يمكن مش موجودة في المستشفيات اللي موجودة بره. يعني بقول هو ده المنظومة التأهيل اللي بيتم النهاردة. بلد بتشتغل في كل، بص انت بتعمل كل حاجة النهاردة، كل حاجة للأفضل. God damn right. خايف حتى لو كانت البلد تخرب عشان الكرسي، يقعد هو ونخرب فيها ونخليها كهن بلد كهن. 5 بالحب.